قتل 4 أشخاص وجرح 7 آخرون في اللاذقية جراء سقوط 3 صواريخ مجهولة المصدر على حي مرتقلة ومنطقة الشيخ ظاهر وسط المدينة. مواقع موالية للنظام قالت إن الأجسام التي استهدفت حي مرتقلة لم تعرف على وجه التحديد، في حين أكدت مصادر ميدانية انطلاق الصواريخ من زوارق حربية داخل البحر قبالة الشواطئ السورية عند مرفأ اللاذقية. هذا وأكد مراسلنا عدم مسؤولية الثوار عن هذا الهجوم قائلا إن جميع الفصائل العسكرية في الساحل نفت أي هجوم على حي مرتقلة. ووسط تضارب الأنباء حول ماهية الانفجارات التي وقعت في اللاذقية، التقى مراسلنا في ريف اللاذقية العميد الركن رشيد بكداش، والذي قدم بدوره تحليلا لما جرى اليوم وسط مدينة اللاذقية. روايتان حول هذين الصاروخين، الأولى تكلمت عن استهداف طائرة استطلاع، والأخرى عن صاروخين محملين برؤوس سامة كانت تستهدف بها قوات النظام الريف المحرر. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي العميد الركن رشيد بكداش. أهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا. إعلام النظام وصف الانفجار بأنه بصاروخ مضاد للطائرات قد أخطأ الهدف، حيث أنه كان يستهدف طائرة استطلاع. ما رأيك بهذا الموضوع؟ طبعا النظام هو حر يتكلم ويؤلف ما يريد. لأول مرة بنسمع نحن صاروخ أرض جو، حتى ولو كان حتى ولو اصطدم بالطائرة، أقصى قوة تدميرية له هو أنه يدمر هذه الطائرة. لأن الصاروخ أرض جو دائما وقود محرك الدفع الصاروخي دائما يعمل على حساب الرأس القتالي المتفجر، علما أن الصاروخ الأرض جو عندما ينتهي إلى المدى الأقصى ينفجر تلقائيا. ولكن لا أدري من أين أتى بهذه الأكذوبة. هذه الصواريخ قد يكون مصدرها إما بوارج بحرية وإما قواعد أرض. سيادة العميد، ولنفترض أن النظام قد أصاب تلك الطائرة، طائرة الاستطلاع، هل سقوطها في هذه المنطقة يتسبب بهذا الدمار؟ وهل يتسبب، أنا أتكلم الآن عن الدخان الأصفر والرائحة الكريهة التي انتشرت في المنطقة؟ أخي الكريم، أقول لك حتى لو كانت طائرة ب 52 قاذفة استراتيجية محملة وأسقطها هذا الصاروخ لن تؤدي إلى هذا الحجم من الدمار. أشكر سيادة العميد الركن رشيد بكداش. طبعا من الجدير أن يذكر أن حي الأمريكان وحي المرتقلة ذوي أغلبية من الطائفة المسيحية. كان معكم من ريف اللاذقية محمد الأشقر، أورينت نيوز.